بنا على الفي او اف ام او راديو بان افريكان في تونس وتوقيت ايكو سبور مع عادل بن عباس. عادل، شعنا اليوم في عالم المال والاعمال في الرياضه؟ في عالم المال والأعمال عنا برشا أرقام مهمة جدا. باش نبدو ساعة بالتشامبيونز ليج الإفريقية. الأرقام: الأهلي المصري أصبحت القيمة التسويقية بتاعه 29.75 مليون يورو، رقم 29.75 مليون يورو مقارنة بالسنة الفارطة اللي كانت القيمة التسويقية للاعبين النادي الأهلي المصري 28.5 مليون يورو. الارتفاع هذا جاء بعد الانتدابات اللي قام بها النادي الاهلي المصري، اللي دائما كل عام يراهن على اللقب وعلى التتويج. دونك لازم انتدابات قيمه ذو قيمه تسويقيه عاليه وذو يعني ديما المرشح رقم واحد الفوز بهذه البطوله. يعني المرشح رقم واحد كيف زاد حتى سان داونز ونادي الوداد رغم تراجع الاداء لنادي الوداد، لكن يبقى الاهلي المصري الارقام القياسيه. غيره عندنا زيزو لاعب نادي الزمالك، اصبح اعلى قيمه تسويقيه في اللاعبين الافريقيين اللي ينشطوا في البطوله، يعني الفارقه اللي يلعبوا في المحليين في افريقيا. زيزو قيمه تسويقيه 4 مليون يورو مقارنه بالسنوات الفارطه. زيزو كانت القيمه التسويقيه بتاعه 2 مليون يورو. بعد الشناوي حارس نادي الاهلي لا يزال في 3 مليون يورو. كيف تعرف سلمان القيمه التسويقيه مهم فيها فارق العمر. 3 مليون يورو الشناوي 3 مليون يورو. يقول بعد بونتو اللي قبل البارح في يطيح اكثر قيمه. تصور بشتيح. لكن في اللاعبين الافارقه اللي ينشطوا خارج القاره الافريقيه، محمد صلاح المحترفين محمد صلاح يحافظ على الصداره ب 80 مليون يورو. 30 مليون يورو 80 مليون يورو. يلتحق به اشرف حكيمي ب 70 مليون يورو، فارق 10 مليون يورو بين محمد صلاح و أشرف حكيمي. أشرف حكيمي إذا ارتفعت قيمته التسويقية بعد مشاركته في المونديال ب 20 مليون يورو. يعني كان في المركز الثاني خلف محمد صلاح، كان فارق كبير بيناتهم، يقلص الفارق أشرف حكيمي إلى 10 مليون يورو. معناها حتى بعد المشاركة المونديالية والأداء اللي قام به المنتخب المغربي ورغم وجوده في نادي كبير كما البي اس جي، إلا قيمته التسويقية قاعد تخلف محمد صلاح. معناها محمد صلاح على خاطر اللي خلى أشرف حكيمي يصعد ب20 مليون يورو إلى محمد صلاح. الأداء يقرب من محمد صلاح، يقرب أكثر من محمد صلاح، لكن محمد صلاح بقي ستابل، ما حصلش تقدم كبير ذيك. محمد صلاح ما شاركش في كأس العالم للأندية. ما تنساش السلمان محمد صلاح نهائي كأس إفريقيا، هذا زاد اللي يخليه يطلع شوي، ما يخليش أشرف حكيمي يوصل لمحمد صلاح. بحكم منتخب مصر معنا لعب نهائي كأس إفريقيا، يخلي ديما القيمة التسويقية نتاعو تبقى مرتفعة شوي. وتراجع ليفربول في النتائج الآن يخلي القيمة التسويقية تطيح ولا ما عندش دخل المشاركة مع الأندية؟ شوف، قيمة التسويقية متاع اللاعب إذا ارتفعت قيمة التسويقية متاع اللاعب، هي بيتها باش تخلي قيمة التسويقية متاع الفريق، لأنه هو ما فماش قيمة تسويقية متاع فريق، ولكن فما قيمة تسويقية للاعبي الفريق. هذيك يعني مجموع قيمة تسويقية اللاعبين هي اللي تخرج بها قيمة تسويقية متاع الفريق. بتحكم عليها النتائج في داخل الفريق. النتائج ما عندهاش دور كبير برشا. اللي عنده دور كبير برشا هو أداء اللاعب وعمر اللاعب والبطولة. هذه المعايير الأولانية، المعايير الأكثر 3 معايير. بالنسبة للاعبين الأفارقة واللاعبين الدوليين أيضا. مبابي لا يبقى في الصدارة. الترتيب ما صار فيه حتى تغيير. مبابي في المركز الأول، مبابي في المركز الأول، هالاند في المركز الثاني، وجونيور فينيسيوس في المركز الثالث. لكن التغيير صار على حسب القيمة التسويقية. يعني مبابي من 160 مليون يورو يصبح 180 مليون يورو. هالاند ارتفع. هالاند بطبيعة الحال نهائي كأس العالم في المركز الثاني وأفضل لاعب. هالاند لم يشارك في كأس العالم، ولكن ارتفعت القيمة التسويقية متاعه إلى 170 مليون يورو. دائما ارتفاع كبير من 150 مليون يورو إلى 170 مليون يورو. ومبابي من 160 مليون يورو ترتفع إلى 180 مليون يورو. على غرار جونيور فينيسيوس اللي ارتفعت قيمته التسويقية ب 20 مليون يورو من 100 مليون يورو
اصبح القيمه التسويقيه نتاعو 120 مليون يورو، رغم انسحاب المنتخب البرازيلي معناها من البطوله في وقت مبكر. خلينا اي نقول اللي خلى الثلاثه لاعبين هذوما يبقوا في نفس الترتيب هما ثلاثه. اولا بالنسبه لمبابي مشاركته في كاس العالم، جونيور مشاركته في كاس العالم حصوله على كاس رابطه الابطال الاوروبيه. وبالنسبه لالاند انتقاله من دورتموند الى مانشستر سيتي هو اللي خلى قيمته التسويقيه ترتفع، يعني انتقل الى بطوله اقوى من البطوله اللي كان ينشط فيها. هذه حاجه البريمير ليغا والبوندسليغا، وايضا قيمه الصفقه هي اللي خلت القيمه التسويقيه